يا مساء الخير عليكم. من وصفات العيد يا جماعة الكبدة الاسكندراني اللي كانت يعني أساسي إن هي تبقى معانا كده في أول يوم فطار العيد علشان نفطر بيها كده الصبح مع حبايبنا. النهارده بقى كده أنا جايبة لكم وصفة كده من قلب اسكندرية من وسط الزحمة بقى والبحر والهوا، من عربيات الكبدة اللي على الرصيف والريحة بقى اللي تشدك كده من آخر الشارع بقى وسندوتشات الكبدة اللي كلنا بنقعد نتريق على بعض ونقول لا لا هي كبدة بلدي ولا كبدة حاجة تانية. النهارده بقى لأ، هنعمل الكبدة البلدي يا جماعة، البلدي يُكَل، وهاعملها لكم بطريقة سهلة جدًا، كبدة اسكندراني بطريقة حلوة أوي وطعم فعلًا يخطفك من أول مرة. دي كانت الفطار بتاعنا في أول يوم العيد، نزّلتها متأخر بس كويس إن أنا نزّلتها برضه نلحقها، هي الكبدة شغالة معانا طول السنة. إن شاء الله كده الوصفة تعجبكم، يالّا بينا نشوف الطريقة والمقادير. أنا كده في طاسة هاجيب بقى شوية زيت كده حلوين، وبعدين أنزل عليهم بحتة ليا كده، تقدروا طبعًا لو ما فيش ليا تقدروا تستغنوا عنها. ابتدي بقى ان انا انزل بالكبده بتاعتي، يفضل ان هي ما تبقاش مربعه كده زي اللي انا عاملاها، لا تبقى مقطعه شرايح، يعني تروحوا كده للجزار وتقولوا له انا عايزه كبده عصافير مقطعه كده، هي اسمها كده كبده عصافيري، او اللي هي الكبده مقطعه شرايح زي الاسكندراني. بجيبها كده اكون بقى ايه مفصصه كده شويه توم وهرساهم، او بقى جبت بقى التوم المهروس بتاعي كده ونزلت بيه معلقه كده كبيره، وبعدين نزلت بيه الفلفل بقى الالوان بتاعي احمر واخضر، المفروض يبقى اخضر بس انا بحس ان الاحمر برضو كده بيديها ريحه حلوه قوي كده، ويفضل طبعا ان الفلفل اللي انا هنزله يبقى فلفل كده مشطشط وفلفل سبايسي. انزل بقى بكميه الفلفل طبعا اللي انا عايزاها، انا مش بحب اكترها بس ريحه كده مش اكتر. ابتدي بقى ان انا انزل كمان بالبهارات بتاعتي، انا مش بحب اضيف بهارات كتير، انا بحط معلقه صغيره من الملح والفلفل والكمون والكزبره، طبعا تقدروا تضيفوا شطه. خلاص كده انا ضفت كل ده، اكون بقى مجهزه الخليط السحري بتاعي اللي هو بقى ايه شويه كده من الدقه بالثوم بالفلفل، في نص كوبايه من الميه والنص التاني من الخل. اللي حاسس ان يعني مقدار الخل هيبقى كتير شويه ومش بتحبوا طعم الخل والليمون فيها، وطبعا هبقى عصرة برضو في الخليط ده عصرة ليمونة، تقدروا طبعا تقللوا مقدار الخل فيها يعني، وتكتفوا مثلا بربع كوباية من الخل على كوباية المية وكمان عصرة ليمونة كبيرة. بتنقل يعني فعلا الكبدة في حتة تانية خالص. التركة دي اسيبها كده بقى تتشكشك كده مع بعضها لحد بقى ايه ما تستوي. هي ما بتاخدش يعني وقت طويل في السوى، هي بس بتاخد يعني كام دقيقة بس عشان ما تشدش معانا. وبعدين بقى ابتدي ان انا اجهزها كده زي ما انتم شايفين بقى، اطلعها كده على طبق وابتدي ان انا اشيل الدهون كده من الجنب، في دهون كده انتم شايفينها في الطبق انا مش هستخدمها، يعني هي كانت موجودة في المعلقة فنزلت في الطبق يا جماعة، فعادي يعني عشان ما تقولوش نسبة الدهون كتيرة. هي كده كده الكبدة الاسكندراني اصلها بتنزل في زيت كتير، فطبيعي وانتوا بتفضوها كده بيبقى فيه نسبة دهون، بتميلوا كده الطبق في جنبه وبتاخدوها يعني، لان طبعا الدهون دي غلط. ابتدي بقى كده ان انا بقى اقدمها في سندوتشات عيش فينو بقى، سندوتشات عيش بلدي مع الطحينة بقى كده ورشة بقدونس، ما كانش عندي بقدونس بصراحة يعني. كده كانت الوصفة كده تمام ومية مية تحفة يا جماعة، جربوها بالطريقة دي مفيش أسهل من كده. قدموها بقى في سندوتشات العيش الفينو، في سندوتشات العيش البلدي جنب مكرونة، قدموها بأي طريقة انتوا عايزينها، هي الطريقة تحفة وجميلة وتجنن. دي كانت وصفة العيد النهاردة اللي احنا قدمناها كده مع بعض. كبدة اسكندراني على الطريقة الاسكندراني. اشوفكم على خير الوصفة الجاية، باي باي.